ايه ده؟ انت بتشربي سجاير؟ اه يا علي ساعات، بس بابي ومامي ما يعرفوش، مش بيحبوني اشرب سجاير، فباجي هنا عشان ابقى براحتي. وانا كمان بما اني اخوك الكبير بقول لك ما تشربيش سجاير. ايه ده انت هتزيط ولا ايه؟ احنا قد بعض اصلا. أنا بجد بخاف عليكي. ساعة ما شفتك قبل ما حتى اعرف انك اختي وانا شايفك جميلة ورقيقة ونضيفة، وانا مش عايز اي حاجة تعكر النظافة دي حتى لو كانت سجارة. عارف يا علي، انا كتير كنت باجي اقعد هنا وافضل باصه للسما بدعي دعوه واحده، عمري ما غيرتها وعمري ما تمنيت غيرها. كنت بتمنى انك ترجع تاني. طب ودلوقتي بعد ما رجعت تتمني ايه؟ اتمنى ان مروان كمان يرجع وتتصالحوا ونعيش بقى مع بعض، كفايه مشاكل بجد. ايه يا اولاد؟ قاعدين بتعملوا ايه عندكم؟ كنا بنتكلم على مروان يا بابي. طيب تصبحوا على خير بقى. وانت من اهله. تصبح على خير. حصل حاجه يا اروى ولا ايه؟ مروان ما بيردش عليا ومش عايز يكلمني، واتخانق معايا وبهدلني عشان السبب في خناقته مع علي، عشان كنت عارفه ان هو اللي هناك. ممكن تكلميه تقولي لي انا ماليش دعوه باي حاجه، وان انت اللي قلتي ان انا اللي اعمل كده؟ حاضر. مش بيرد. ممكن ما تقلقيش، انا اول ما اعرف اوصل له واروح هكلمك واطمنك على طول، وهقول له كل حاجه. I promise. يلا انا هروح بقى. استني، ما تزعليش مني، بس هو بصراحه مروان عنده حق. علي ده غريب قوي. ازاي يعني؟ يعني طريقه كلامه واسلوبه مش شبهكم. عادي ان هو ما يبقاش شبهنا، ولا اتربى زينا ولا ظروفه كانت زي ظروفنا، بس اكيد بعد كده هيتعود وهيبقى احسن مننا كمان. يمكن. راجل ايه؟ ايوه يا رمز. عم سيد شكله تعبان جدا، انا ممكن اخد مكانه. يا سيد مالك؟ مفيش، سعادتك جنبي شاهد عليا شويه بس. طب روح انت، خد اجازه لحد ما تبقى كويس. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. لازم تروح تشوف دكتور، ولو احتجت اي حاجه تانية اكتر كلمني. شكرا يا سالينا. شوفي مامي جابت لك ايه. تعالى يا علي، شوف الهديه بتاعتك. تعالى تعالى بس سيب اللي في ايدك وتعالى. السلسله اللي عليها حرف الايه دي بتاعت ليلو علي على اسمك، والحرف ال افتكرت حاجه على اسم لينا. يعني ايه رايكم بقى في هديه طشاش مامي؟ كده. حرف ال اهو. ايه رايك في هديه مامي؟ علي كان صغير قوي، كل سنه وانت طيب. اكيد مش فاكر كويس يعني. كل سنه وانت استنى بس يا راجل، مش يمكن يفتكر. نهشها على طول عشان نعرف ناكلها. افتكرت حاجة. حلوه فكره السلاسل. ميرسي يا نانسي. ايه؟ مرة وانا بتخانق مع ابويا قال لي ان انا مش ابنه، وانه لقاني ببيع مناديل في اشاره وخلصني من ايد واحد كان بيضربني. بس انا ساعتها بصراحه ما صدقتوش، عشان هو كان ضارب سيجاره رايقه. سيجاره رايقه؟ يعني ايه سيجاره رايقه؟ لينا مالكيش دعوه بالكلام ده. اكيد كان بيكذب عليك، تلاقيه هو اللي خطفك وحب يفهمك ان هو لقاك وانقذك بس. ويمكن ما يكونش بيكذب، يمكن يكون فعلا خطفه عشان يشغله في الشحاته. ولا يمكن اللي اسمه عثمان، فاكر اللي كمال قال لنا عليه، ممكن يكون هو ده اللي بيخطف الاطفال عشان يشغلهم في الشحاته. بلاش نبني استنتاجات على كلام ما نعرفش حقيقي ولا لا، ما تدخلناش متاهات تانية يا الهام. وانا بقى مش هسيب اللي حرمني من ابني طول السنين اللي فاتت يفلت بعملته. ايوه يا كمال، عملت ايه في موضوع عثمان؟
طب انا مش عايزاك تبطل تدور عليه، عشان لو الراجل ده فعلا هو اللي خطف علي انا عايزاه ياخد جزاؤه. عارفه يا كمال، عارفه. طيب لو سمحت، لو عرفت اي حاجه بلغني. متشكره قوي. مع السلامه. طيب استأذن انا بقى. هتنام؟ اه. طيب تصبح على خير. حضرتك من اهل. تصبح على خير. خلاص عملت اللي في دماغك. الله، وانت ايه اللي مضايقك قوي كده؟ اللي مضايقني ان انا مش عارف اعيش. هفضل طول عمري ادور 20 سنه بدور على علي، والباقي من عمري بدور على اللي خطفه. هعيش حياه طبيعيه امتى طيب؟ انا ما طلبتش منك حاجه يا راجل، انا طلبت من كمال. ما هي دي المصيبه. كمال ابن عمك ده مزعج، عامل نفسه فاهم كل حاجه وهو مش فاهم حاجه وفاشل. خلاص يا بابي اهدى بقى. ايوه يا مها. ازيك يا حبيبتي؟ الله يبارك فيكي. طبعا اكيد في اقرب فرصه ان شاء الله. ان شاء الله يا مها باذن الله. ميرسي قوي يا حبيبتي، ميرسي. باي باي. بتبارك لك على ايه؟ على رجوع علي. عرفت منين ان شاء الله؟ اكيد من نانسي طبعا. انا كل صحباتي عايزين يتعرفوا على علي. طب ما تيجي يا مامي نعمل الحفله اللي قلتي عليها ونعزم كل اصحابنا وقرايبنا عشان يتعرفوا على علي. ايه رايك يا بابي؟ مفيش مانع. طيب انا هقوم الحق علي قبل ما ينام. انا اسف ان انا انفعلت شويه. خلاص بقى. ايه بتسمع ايه؟ اسمع اغنيه، استنى اسمعها لك. يعجبني كلك ولا كلك عاجبني، ما فيش معلم ولا هيحاسبني. حلوه قوي الاغنيه دي، اول مره اسمعها. ازاي بقى؟ دي اغنيه جميله جدا. ما كلمتنيش قبل كده يا علي عن الاغاني اللي انت بتحبها، يعني حابه اعرفك اكتر. انا بحب الحاجات اللي بتدخل قلبي بسرعه، يعني زي الاغاني الشعبي مثلا بحبها جدا عشان بتدخل قلب كده من غير استئذان وما بتحورش عليا. وكمان بحب الاغاني القديمه، بحب ست ام كلثوم ومحمد قنديل ومحرم فؤاد، وفي حاجات تانية كمان هبقول لك عليها لما افتكرها. طب ايه رايك لو نعمل ديل انا وانت؟ يعني انت تسمعني الاغاني اللي بتحبها وانا اسمعك الاغاني اللي بحبها. موافق طبعا. انا اتفقت مع بابي ومامي ان احنا نعمل حفله، يعني هنعزم قرايبنا واصحابنا عشان نعرفهم عليك. طب ايه لازمتها طيب الحفله دي؟ انا حاسس ان انا هعك الدنيا كده ومش هعرف اتصرف تصرفات حلوه زي بتاعتكم. علي انا مش هسيبك، انا هفضل جنبك، وكمان حتى لو غلطت طز مش مهم رأي الناس فيك، المهم ان انت بقيت معانا خلاص. احنا هنبدا المفاوضات مع عدد كبير من الشركات المتوسطه. الهدف بتاعنا اننا نبقى مسيطرين على القرار في السوق. وانت يا لينا مسؤول عن الموضوع ده من الاول للاخر. معاك مالك وهشام. مالك مع الحسابات، وهشام لو احتجتيه في اي استشارات قمريه موجود. حضرتك تقدر تعتمد عليا، ما تقلقش. عارف. بس انا مش عارفه لو هعرف اهندل ده من غيرك ولا لا، يعني الموضوع كبير واكيد محتاجه خبرتك معايا. على العكس، انا عايز اشوفك وانت بتهندلي الموضوع ده من غيري. وعموما لو احتجت اي حاجه انا موجود طبعا. طيب عايزين بقى نبدا بشركه كيميكو، لان المفاوضات كانت بدات فعلا وبعد كده الامور هديت ومكملناش، فاظن ان احنا هنرجع نحييها تاني. ده صح جدا. عندكوا حق. خلاص يبقى نبتدي على طول. تمام. عن اذنكم. اتفضل. انا شايف ان كل الظروف بتخدمني ان انا ابقى قريب منك. بس انا بجد مستغربك يا راجل، وانت مش شايف ان الشغل ده تقيل شويه على لينا ومالك لوحدهم؟ والله انت مش غريب يا هشام، بصراحه انا عايزهم يقربوا من بعض اكتر شويه.
ملك طموح وابن ناس. انا شايف انه مناسب لينا قوي. لا بجد دي عندك حق، بس انا شايف كمان انك تجوز مروان. الجواز هيعقله ويهديه شويه. لا مروان ده لسه بدري عليه، على بال بقى ما يثبت لي ان هو عاقل ويقدر يفتح بيت ويتحمل مسؤوليه. اوكي. انا معتمد عليك انك تتابع خطواتهم اول باول وتبلغني. طبعا اكيد. انت بتفهم في النجاره كمان يا علي؟ اه طبعا، هي دي كانت من الشغلانات الكتير اللي انا اشتغلتها قبل كده. انت بتعمل ايه؟ كده بقى يا ستي بصنفر الخشب وبنعمه. هاتي ايدك كده. الشغلانه صعبه قوي. انا بحب المكان ده قوي، كل ما باجي هنا ببقى عايزه افضل على طول ومش بكون عايزه اروح. هو مكان حلو قوي فعلا. هو انت لو قالوا لك تختار مكان تعيش فيه حياتك للابد هيكون فين؟ للأبد؟ مش عارف، عمري ما فكرت في الموضوع ده قبل كده. طيب بص، انت تحكي لي عن حياتك قبل كده، الاماكن اللي بتحب تزورها والحاجات اللي بتحبها، وانا هقول لك مكان تعيش فيه مبسوط للابد. ايه رايك؟ بص يا ستي، دايما كده في الاماكن اللي بروحها وبعيش فيها حاجات بتاثر فيا بتخليني ارجع لها تاني. يعني مثلا مصر القديمه، احب كده اروح هناك اتمشى على الكورنيش واكل ذره وترمس، وممكن انزل اركب فلوكه، وساعات كده بقى احب اتمشى القلعه مشي. احب بقى كمان اروح عند العين اللي في مصر القديمه دي، اكل هناك واسمع حكايتها من الناس. عين ايه وايه اللي بيحكوا عنها؟ عين كده ميه في النيل، وبيقولوا عنها انها مسحوره. ايه بجد؟ اه والله. علي انا عايزك تاخدني معاك هناك هشوفها. ان شاء الله. علي تعالى يا حبيبي، عايزه اعرفك على الناس. الدكتور فاروق ومدام حنان. اهلا علي، الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الحمد لله على ازيك؟ السلامه. الله يسلم حضرتك. تعالى اعرفك على الدكتور احمد. تعالى دكتور احمد، تعالي يا ابني. دكتور احمد ومدام ازي دينا. ربنا يبارك، ربنا يبارك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ميرسي، ربنا يخليك. تعالى اعرفك على اصحابي. تعالى. علي ابني، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلم حضرتك. هاي يا علي. ازي حضرتك؟ هاي يا علي. ازي حضرتك؟ زي القمر، في شبه كبير منك يا الهام. انا حلوه كده؟ ايه مالك مخضوض مننا كده ليه يا علي؟ احنا صحبات مامتك وجيرانكم. لا خالص حضرتك، ده انتوا منورين الدنيا. طب انا بس همشي واجي تاني. رايح فين؟ هروح بس اعمل حاجه انا ولينا. طيب يا حبيبي. هو بيتكسف ولا ايه يا الهام؟ شويه. بصي دينا، هاي ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ تمام. علي اخويا. هاي يا علي، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد تمام. لله الحمد لله. انا هسيبك بقى. هي هاي يا علي. هاي عامل ايه؟ الحمد لله. دودو شكله كيوت، بس مش حاساكوا شبه بعض قوي يا لينا. مش كل التوأم شبه بعض يا دودو. طب ايه، مصاحب ولا ايه؟ معرفش، ما سألتوش اكيد. لا خليكي بقى مفيدة اكتر من كده يا ماما. في ايه؟ هو انت سبتيني ورحتي فين؟ ازيك يا علي؟ يعني ازاي حضرتك؟ داليا صاحبتي. لينا ما بطلتش كلام عنك، بصراحة شوقتني اشوفك. انت حكايتك دي لازم هي تتعمل رواية يا فيلم. انت مؤلفه وبتكتبي قصص؟ لا، انا خريجة اعلام صحافة واشتغلت فترة صحفية ودلوقتي في شركتكو HR. بالواسطة طبعا، اصل جدها صاحب جده. ما تصدقهاش على فكرة، انا شاطرة جدا. ما هو باين. ايه ده؟ انا حاساك بتتريق. على فكرة انت لسه ما تعرفنيش، انا في الشغل حاجة تانية خالص بجد، بس بره يعني بحب اهزر واضحك طول الوقت. انت ما شفتش جده؟ لا ما شفتوش. طيب انا هروح ابص عليه. وانت بقى كنت عايش فين قبل هنا؟
كنت عايش في اسكندريه وبعدين يعني واحد معرفه جاب لي شغلانه هنا فاضطريت ارجع على مصر. كنت بتشتغل ايه؟ حاجات كتير، مرة نجار، مرة اشتغل في السباكة، مرة اشتغل في الكهرباء، كل يوم بشغلانة. بس برافو عليك، على فكرة أنا بيعجبني قوي الناس الطموحة اللي زيك، بحسهم بجد بيتحملوا المسؤولية بدري، مش مستنيين بقى المصروف من بابي ومامي وكده. علي هو أنت معايا؟ علي أنت معايا؟ معاك بس بعد إذنك ثواني بس هروح أعمل. أوكي.